مرحبا بكم مشاهدينا الكرام، سعيدة بلقياكم في نشرة الأخبار، وهذا أبرز عنوانها: إنفلونزا موسمية حادة تصيب المغاربة. قبل ما نبداو ما تنسوش الإعجاب بالفيديو والاشتراك بالقناة باش توصلوا بجديد أخبارنا المغربية إليكم التفاصيل. قال الدكتور عبد الفتاح شكيب أخصائي الأمراض المعدية والطب الوقائي أن الإنفلونزا الموسمية التي يعاني منها عدد من المواطنين هذه الأيام شيء طبيعي ولا يدعو للقلق. وذكر الشكيب خلال حلوله ضيفا على نشرة الأخبار بالقناة الثانية اليوم الأربعاء أن أغلب المصابين بأعراض مثل السعال وارتفاع الحرارة وسيلان الأنف مصابون بالإنفلونزا الموسمية، فيما آخرون مصابون بمتحور أوميكرون. أكد الأخصائي المغربي أنه يصعب التمييز بين أعراض أوميكرون والإنفلونزا الموسمية الرواح، لأن الأخيرة جاءت هذه الموسم بشكل أكثر حدة وقريبة جدا من أعراض أوميكرون. شكيب أوضح أن اللجوء إلى الصيدلية مباشرة بعد الإصابة لنزلة برد لشراء المضاد الحيوي أمر خطير، أن تناول تلك الأدوية يخلق أمراض أخرى ويقتل بكتيريا مفيدة للجسم. الأخصائي المغربي دعا المصابين بالإنفلونزا الموسمية للاستعانة بمواد طبيعية لعلاج تلك الأعراض مثل العسل وشرب الماء خلودي للراحة.